ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. بما ان رمضان بيحب العصير الكتير، فالنهارده هنعمل مع بعض مركز الكركديه او شربات الكركديه، وده هيسهل علينا كتير. يعني هناخد منه شويه مع شويه ميه معانا احلى عصير. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها 4 كوبايات كبار من السكر، ربع كيلو من الكركديه هنشطفه كده شطفه سريعه عشان لو في اي تراب هنضيفه على السكر، 3 كوبايات من الميه، مش هنضيف ميه اكتر من كده. هنسيبه بقى كده يغلي غلوه سريعه، بعد كده نوطي عليه عشان ممكن يفور مننا. يعني لازم نوطي على الكركديه، نغطيه لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعه هنضيف عليه مكون علشان الكركديه ما يسكرش مننا، فهنضيف عليه ربع معلقه صغيره جدا من ملح الليمون. نسيبه يغلي كده غلوه بسرعه، بعد كده نطفي عليه ونسيبه يهدى تماما ويبرد. بعد كده هنصفيه في مصفى ضيقه جدا علشان مفيش اي حاجه او اي شوائب تنزل مع الشربات او مع مركز الكركديه. بعد بقى ما نصفيه كويس جدا. فيروز اسئله اسئله اسئله، زهقت ما بردش عليها. بعد ما نصفيه عمل معانا لتر الا ربع من شربات الكركديه او مركز الكركديه. تمام كده جاهز معانا. هنغطيه ونحتفظ بيه في التلاجة لمدة شهر رمضان، ما بيحصلوش اي حاجة. هنجيب بقى كوباية كده من المركز الكركديه وهنضيفه على لتر من المية، او كمان ممكن لتر ونص من المية. مش هنضيف ولا سكر ولا اي حاجة خالص، هو اوريدي فيه سكر وفيه كل حاجة. يعني بصوا هيبقى سهل جدا، احنا بس نسقعه كده شوية حلوين يبقى تمام جدا جاهز معانا. فيروز يا جماعه مش سايباني في حالي، والفيديو ده كان يوكاك كده كان هيبوظ عشان هي قاعده جنبي، بس الحمد لله عدى على خير. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.